كرانش الحلويات. لازم تجربوها في اواخر رمضان لانها هتجمعوا كل بواقي الكنافه والجلاش الموجودين في الفريزر وتعملوا بيها احلى كاسات كرانشي زي اللي بتشتروها من المحلات بالظبط. لو جربتوها متاكده ان هي هتخلص في يومها. شايفين بس منظرها عامل ازاي، طبقه من الكريمه، ومش اي كريمه هتعملوها، لا طعمها مميز جدا. متاكده اللي هياكلها منكم مش هيصدقوا انكم عاملينها في البيت. واحلى حاجه ان هي بسيطه في مكوناتها ومش مكلفه في الخامات اللي احنا هنشتريها. صراحه اخاف عليكم منها لانها بجد ادمان يا جماعه، انا مش قادره اقاومها وانا واقفه كده. زي ما قلت لكم هنستخدم كل حاجه موجوده في الفريزر، فهنحتاج لفه او كانت عندي نص لفه كده من البقلاوه او الجلاش، وبنقطعها زي ما انتم شايفين شرايح بشكل عشوائي كده. بنحطها في صينيه ونحط عليها شويه من الزبده السايحه لحد كده ما تتشرب، يعني مش لازم نغرقها كتير، ونقلبها تقليبه مع بعض كده. ندخلها تحت الشوايه، يعني مش هنشغل الفرن كامل، لا هنشغل الشوايه بس. كل دقيقتين بنفتح عليها بنشوف ان هي خدت لون ذهبي ونفضل نقلب فيها. طلعت الكنافه من الفريزر زي ما قلت لكم، وبعد كده طحنتها في الكبه علشان تكون شعرها صغير كده، اسهل في الوقت والجهد يعني عن ان احنا نفركها بايدينا. ونرش عليها شويه من الزبده، ولو حابين ممكن تستبدلوها بالسمنه، لكن الزبده بتدي طعم اكيد احلى. وكميه الكنافه والجلاش او البقلاوه استخدموا زي ما انتوا حابين، مش لازم كميه كبيره ولا كميه صغيره. فركت الكنافه كويس جدا زي ما بنعمل البسبوسه مع السمنه كده، وبعد كده دخلتها تحت الشوايه لحد ما بتاخد لون ذهبي، وبفضل اقلب فيها كل دقيقه او دقيقتين كده. وعشان توفروا في الوقت حطوا الصينيتين جنب بعض وقلبوهم هما الاتنين، ولو اتاخرتوا عليهم شويه ممكن الكنافه تنحرق، فخلوا بالكم. وممكن تعملوا الكنافه على البوتاجاز، يعني ممكن تحطوها على الطاسه كده وتفضلوا تقلبوا فيها، لكن انا بحب تحمير الفرن اكتر. وصلنا للون اللي احنا عاوزينه خلاص. هنحط عليها شويه من العسل التقيل، كانوا موجودين عندي برضو، فالوصفه دي موفره بجد يا جماعه. حطيت نص كوبايه من الشربات او الشيره اللي هي بتكون تقيله شويه مش خفيفه، وكذلك مع الجلاش او البقلاوه. الخطوه الثانيه هنحضر البودنج او كريمه البودنج اللي هنحتاجها. مع الكريمه هنحتاج كوبايتين كبار من الحليب 500 جرام، نص لتر بالظبط، وعليهم معلقتين ونص من النشا، ومعلقتين برضو كبار من الدقيق، وعليهم كمان 4 معالق او 5 من السكر. السكر بقى زي ما تحبوا. عاوزه اقول لكم ان البودنج ده هيودي الكريمه في حته تانية خالص. حطيت شويه من الفانيليا السائله كمان علشان تدي نكهه حلوه. ممكن تحطوا ماء زهر. قلبتهم على البارد، رفعتهم على نار تكون متوسطه في الاول، ونفضل نقلب فيها لحد ما قوام البودنج تلاقوه زي كده بيكون تقيل شويه. لازم نغطيه بكيس عشان ما يكونش قشره، ونسيبه على جنب لحد ما يبرد تماما ويكون قوامه تقيل. هنحتاج للكريمه نص كوبايه من الكريم شانتيه، ربع كوبايه من السكر، كوبايه من الميه المتلجه، والميه ممكن تستبدلوها بحليب لو حابين، ونقلبها بالمضرب الكهربائي لحد ما تلاقوا القوام بقى تقيل شويه زي كده. هنجيب الكريمه البودنج اللي عملناها ونحطها على الكريمه ونقلبها كلها. لو متوفر عندكم علبه قشطه ممكن تحطوها مع الكريمه ديت وهيكون طعمها جميل. تعتمدوا الحشوه دي مع الكنافه والجلاش يعني في حلويات شرقيه كتير. عشان تطلعوا الشكل النهائي جميل بقى ممكن تستخدموا الكبات الاكليريك اللي انا مستخدماها دي، او ممكن تجيبوا الكاسات اللي هي متوفره في كل البيوت. هنبدا نبني الطبقات. بنحط الكريمه والجلاش والكنافه. ممكن برضو تحطوا طبقات الجلاش الاول او الكنافه، او تعملوا ميكس ما بين الاتنين. ابدعوا بقى يعني زي ما انتوا حابين. اخر طبقه حطوا الجلاش عشان هتفرق معاكم صراحه في الشكل. شوفوا يا جماعه بالله يعني المنظر ده تقدروا تقاوموه. عاوزه اقول لكم عشان تكونوا عارفين ان الكبات اللي انتوا شايفينها دي بتنباع بمبالغ يعني جدا عاليه في المحلات، فعشان كده لازم تشيروه مع اصحابكم عشان الكل يستفاد، ودايما يعملوا الحاجه الحلوه من اول مره. وكمان لو حابين ممكن تحطوا طبقه من المانجا او طبقه من الفراوله، طبعا ده بيرجع ليكم لو متوفر عندكم من الفواكه دي في البيت. كرات الكنافه اللي شفتوها في الاول دي بنعملها ازاي؟ بنجيب شويه من الكنافه اخر شويه، بنحط عليهم شويه من الشربات ونفضل نقلب فيهم لحد ما تكون الكنافه طريه شويه. بنجيب المعلقه المعياريه او ممكن نعملها بايدينا، بس اكيد المعلقه دي هتطلعها بشكل مظبوط اكتر، ونحطها على الكبات وبيكون شكلها جميل جدا وفاخر كانكم جايبين العلبه دي من المحلات. يعني جربوها كده وادعوا لي يا جماعه بعد الفيديو ده. حبيت اغير من نكهه الكبات فحطيت شوكولاته سبريد زي ما انتم شايفين كده، ديت بديل نوتيلا يعني شوكولاته قابله للدهن. طبعا الكنافه مع الشوكولاته مش عاوزه اقول لكم يعني دي ادمان. انا خلصت اصلا العلبتين دول قسما بالله عظمه. جربوها وحطوا لايك لو حبيتوا الفيديو. اشوفكم على خير. باي باي.